اعمل زيتوني بس للاسف شعري ابيض. انا هقعد كده مش هعمل الوان حلوه كده ومطرقعه ونفسي اعملها كل ده علشان انا شعري ابيض؟ لا يا حبيبتي هسيبك كده، انت اعملي كل الالوان. هقولك دلوقتي هتعملي ايه بالظبط، وكمان هقولك تركات وحركات ما بقولهاش غير لحبايبي قوي، تركات ما بتعملش غير في كوافيري. بصوا يا حبايبي، اول حاجه هقولها لكم خدوا بالكم، انا هقول لكم النهارده ازاي تعملي لو شعرك 90% ابيض او 50% ابيض او 10% ابيض، عشان دي اسئله بتسالني كتير قوي. اعمل ازاي الزيتوني رغم ان شعري ابيض او في خصل بيضه كتير او لا في نسبه قليله؟ فهقول لك التركات والحركات ومش هقولها لك وخلاص، لا انا هفهمها لك وانت بقى تعملي على اساسها. يعني انا بديكم اللي هو ايه اكنه كورس، انتوا بقى تتعلموا تعملوا زيتوني، هتعملي لون تاني مفيش مشكله. بس لو انت بقى اول مره تزوريني اخواتي حبايبي الحلوين، تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي الجرس على كلمه الكل، اول جرس كده هيبان فيه كلمه الكل عشان اول ما انزل فيديو جديد انت تشوفيه. واللايك بقى، اللايك الحلو من ايديك. عجبك الفيديو يا ستي حطي لايك، ما عجبكيش ارزعي اجدع ديسلايك عشان افهم اكمل ولا اعمل ايه بالظبط. بصي بقى يا حلوه انت وهي او ماماتي او اخواتي بقى الحلوين ام شعر ابيض، عندي نسبه شيب عاليه، هعمل ايه؟ هو الاول الشيب اول حاجه كده، اول معلومه الشيب يعني اكسجين 20. هتستخدمي عندك شيب كتير استخدمي اكسجين 20 كريمي، اوعي تجيبي صبغه وتستخدمي الاكسجين اللي جاي معاها. الاكسجين اللي جاي معاه بيبقى اكسجين 30 او اكسجين 9%، بيبقى للشعر العادي اللي ما فيهوش اي شيب. فهتلاقي ان انت بعد ما تصبغي تقولي لي لا ما لقطش في شعري، ما هو لقطش بسبب الموضوع ده يا حبايبي. فانتوا احنا لينا وضع خاص، الشعر الابيض بيلقط معاه اكسجين 20 او 6%، ده موجود في الصيدليات بس اتيه كريمي ماشي. عايزين نفتح شعرنا، انا ما ينفعش يبقى شعري اسود كده ومطلع عامله زيتوني هيلقط معايا، لا يا قلبي لازم نفتح شويه. عايزه يا نرمين افتح ازاي بامان؟ بصي يا حبيبه قلبي، هتجيبي لي معلقتين بودره تفتيح، معلقتين بودره تفتيح ماشي. هتلاقي بصي من اي نوع مش هتفرق ان شاء الله، من الصيدليه في لوريال بودره تفتيح، يعني ما تقوليش اللي لازم انا ابقى من محل مستلزمات الكوافير، يعني مش ضروري خالص. معلقتين كبار ماشي، ومعاها اكسجين. لو انت شعرك ابيض اكسجين 20، شعرك اسود اكسجين 30، شعرك بين الاتنين استخدمي اكسجين 20. عايزه الزيتوني درجته عاليه وفاتح وواضح زي المزه الاموره دي مثلا، يعني عايزاه فاتح كده يبقى هنفتح اكتر. الزيتوني درجات يا بنات، زيتوني فاتح وزيتوني ايه غامق، يعني في زيتوني كده تحسوه كاتم وفي زيتوني فاتح قوي، فده بيتحكم فيه حسب نسبة تفتيح الشعر. فاحنا هنفتح اول حاجة بودرة تفتيح معلقتين زيهم اكسجين. لو شعرك ابيض حطي اكسجين 20، شعرك اسود ليل وكاتم وكده معاكي اكسجين 30 واكسجين 40 كمان، يعني كل ما تعوزي تفتحي اكتر تزودي نسبه الاكسجين او درجته. هنحط ماده حمايه، هنحط ماده حمايه. احنا يعني في الكوافير او انا ممكن استخدم اولوبليكس، لكن ما عندكيش مقدره ومش هجيبي اولوبليكس اتيلك بديل الزيت، وانا ساعات كتيره بستخدمه لو خلص او مش موجود عندي بستخدم بديل الزيت. حوار لبن البودره واللي بتاع ده انا ما جربتوش صراحه، بس في ناس بتقول عليه، بس لا انا خليني في المضمون. بديل الزيت من اي ماركه، حطي معلقه منه صغيره بيحمي الشعر من الكلام ده كله ماشي يا مرايا. طب انت مش سريعه وهتعملي لنفسك وخايفه البودره تلطش منك، هنحط معلقتين شامبو. ليه الشامبو يا نرمين؟ الشامبو يا حبيبتي علشان يبقى مرن كده معاكي وسلس وما يبقعش في الشعر، ما يبقاش البودره متكتله، فاهمني؟ وما تثبتيش على حاجه. يعني بصي هو حطي البودره ضعف الاكسجين، يعني لو معلقتين بودره حطي 4 اكسجين، معلقتين بودره حطي 4 اكسجين، فاهمني؟ معلقتين بودره معلقتين 4 اكسجين، معاهم معلقه بديل زيت، معلقتين شامبو علشان يمشي معاكي البودره وما يخليهاش تكلكع او تتكتل في مكان. هتحطيها على الشعر من 30 دقيقه لغايه 45 دقيقه، ده لو انت شعرك يعني ايه صعب يسحب اللون او ما فتحش قوي. ممكن نحتاج نعمل الخطوه دي مره تاني. طيب يا نرمين لو سبت اكتر من 45 دقيقه هيفتح اكتر؟ لا خلاص مفعولها خلصت. اغسلي شعرك تحت اي وضع، ما تستنيش اكتر من كده. هتغسلي شعرك
وبلاش تغسلي بشامبو، اغسلي بحمام كريم ببلسم، واوعي تنشفي شعرك بالاستشوار في الوقت ده، شعرك هيتقصف، شعرك لسه بيبقى فيه بواقي من بودرة التفتيح. اوعي تقولي علشان اسرع التفتيح فاحط الاستشوار، في كوافيرات كتيره بتعمل كده، بس ده بيدمر الشعر حرفيا. انت بتدمري شعرك اكنه فيه ماده كاويه، وانت بقى ايه يعني بتستعجليها. فرفقا بالشعر يا جماعه، انا بحب اعمل اللون حتى لو هاخده على مراحل. انا ممكن الزبونه اوديها واجيبها مرتين 3 4 ما عنديش مشكله، لكن ما ارزعش اللون الفاتح ده مره واحده، لا. انت اعمليه، لقيتي التفتيح مش قوي ومحتاجه افتح تاني، خدي راحه يومين 3، اعملي نفس السيناريو تاني. بين الاتنين اعملي حمام كريم، حمام زيت، اهتمي بشعرك، وارجعي اعملي لي الخطوه دي تاني. لقيتي شعرك ما تفتحش، اعملي خطوه التفتيح تاني، بس باكسجين 20. تحت اي وضع تستخدمي اكسجين 20، ما تستخدميش اكتر من كده عشان التفتيح. طب يا نرمين انا عايزه تفتيح بامان، مش عايزه حوار بودره التفتيح ده. بصي عشان ما اكدبش عليكي، في الزيتوني محتاج تفتيح عالي، فخليكي الاول اعملي ببودره التفتيح والاكسجين. احتاجتي تفتيح تاني ومحتاجه وشعرك يعني ايه مش عنيد وغامق قوي ومحتاج تفتيح تاني، ومش عايزه اضر بقى واعمل نفس الخطوات تاني. بصي شايفه اللون الفضي ده فين اهو، مش عارفه باين ولا لا، لون عديم اللون كده فضي، يعني تحسوه اهو اكن لون ابيض كده، فضي او اصفار. اتي فضي او اصفار من اي ماركه، مش هتفرق معاكي اي ماركه، جي كي، بورسونال، اي حاجه. اتيها وحطي معاها اكسجين 30 20، مش هتفرق. كل ما هتكتري في نسبه الاكسجين هيديكي تفتيح اعلى، بس حسب انت خامه شعرك ايه. انت شعرك متدمر وعلى طول بتصبغيه وهلكاه، لا خليك في اكسجين 20. لا شعري كويس ويستحمل وبقالي سنين ما صبغتش وعايزه بقى افرح نفسي، خليها اكسجين 30. والاحلى كمان اكسجين 40، هيديكي تفتيح رائع، لان ده ضعيف. يعني انت حاطه بودره، مش حاطه بودره، انت حاطه صبغه، فالصبغه مع الاكسجين مش هيجرى حاجه. وعشان تفتحي وتاخدي التفتيح التمام استخدمي معاه اكسجين 40، بس ما تحطوش كتير، يعني نص ساعه واغسلي شعرك، نص ساعه واغسلي شعرك. خلصنا خلاص التفتيح، مره بالبودره ومره بالصبغه. عايزه تعملي مرتين بودره وانت قاعده ست الهوانم في البيت، اعملي مرتين بودره واضمن لك مش هيجرى حاجه لشعرك طول ما انت ماشيه بالخطوات دي. واعملي فتره بينهم يومين 3، بلاش اللي هو ايه اعمل واغسل زي ما الكوافيرات كتيره بتعمل، وتطلعي بلون حلو وشعرك عامل زي المقشات. ماشي، عملنا التفتيح وخلصنا منه. انا بقى نرمين شعر من هنا ابيض، والتفتيح ما طبعا ما دراش حاجه، ده بيفتح الشعرايه. بس احنا ليه وصلنا التفتيح لده؟ هو اولا انت لما تيجي تفتحي بلاش تحطي على الجذور طبعا، الاول احنا بنفتح، هتفتحي الشعر كله من تحت لفوق، وهتيجي في الابيض ده هنحط ايه يعني حاجه خفيفه كده نمشي عليه ايه الفرشه كده بالطول مش بالعرض، كل الشعر بالعرض دي كده بالطول. ليه يا نرمين؟ عشان يا حبيبه قلبي الشعر الابيض عايزين نعمل له تخصيب. يعني ايه تخصيب؟ يعني يلقط في اللون، لان الشعر الابيض بسم الله ما شاء الله يعني كل الشعر بتاعنا يبقى ضعيف وفتلته كده ضعيفه، وتلاقي الشعرايه البيض عليها سماكه، يعني تقولي ايه شعرتين دبل كده، تقيله وعنيده وما بترضاش تتصبغ، ولو صبغتي لون الشعر تلاقي ده هنا لاقط فيه اللون وحلو قوي، وفوق تلاقيه ايه مدي يا دوبك ضي، يعني يبان في الشمس، لكن ايه برضو في تحسي ان ما تشبعش باللون زي باقي الشعر. فالتخصيب ده بيخليه ايه يعني تتفكك في حراشيف كده بتبقى على الشعرايه بتتفتح فتلقط اللون اكتر. يعني احنا بنفتح الشعرايه عشان تلقط اللون وتبقى زي بقيه الشعر، فاهمني؟ بس طبعا احنا بنعمل الجذور في اخر 5 دقايق، يعني انت اعملي الشعر كله الا اخر سنتي، وبعد كده انت اصلا لما تعملي هتلاقي كله لقط من كله والدنيا بقت تمام. يعني اعملي انت وانت بتعملي كده سيبي اول سنتي من الشعر. في الاخر خالص في اخر 5 دقايق بعملي ايه معلقه بودره تفتيح، معلقتين اكسجين 20، وقومي عاملاها هتلاقي شعرك كله لقط في 5 دقايق الجذور. اوعي تعمليها من البدايه، هتلاقي شعرك ده بقى ابيض وبقى شكله وحش قوي، بيفتحها اكتر من باقي الشعر. ماشي خلاص خلصنا التفتيح. هعمل ايه بقى للجذور اللي لسه فيها ابيض؟ وهجيب لون ايه؟ لو عايزاه اللون غامق، ولو عايزاه اللون فاتح، ولو عندي نسبه الشيب 90%، ولو عندي نسبه الشيب 10%. هعمل ايه؟ بصي يا حبيبتي، احنا اول حاجه هنجيبها ايه؟ صبغه خضراء.
دي لازما معانا. ولو تقدري تجيبي صبغه زرقاء كمصحح تمام، بس انا هديك الارقام اللي تنفع بديل للمصحح الازرق. هتجيبي لو انت شعرك فيه كميه كبيره من الشعر الابيض ومحتاجه تداري كل الشعر او معظم الشعر فيه ابيض، اتي 5 أو 6، يعني درجه 5 اللي هو مكتوب هنا كنستنائي فاتح او اشقر غامق، درجتين دول. طب يا نرمين انا هجيب رقم واحد، لا احنا هنجيب 5 فاصل بوينت كده مكتوب جنبيها بوينت نقطة 1، او الاحلى كمان 1. يعني انا بوريكم تقروا ازاي الصبغة. رقم 1 ده اللي هو ايه؟ رمادي. الرمادي ده نسبة ازرق كبيرة، فيها نسبة ازرق، فبيعمل لنا رنساج لاي شعر لونه اورنج. يعني لو شعرك فيه اورنج اتي الصبغة على طول، اي صبغة انت عايزاها، والبعد الفاصل 1. طب بعد الفاصل 1 يبقى اللون مركز. يعني لو قريتي اللون هتلاقي مثلا ايه 5 ده كنستنائي او بني ايه رمادي، 1 بقى يبقى رمادي مكثف. الرمادي ضعف دبل. فحسب انت اي صبغه عندك وانت شعرك فيه اورنج اتيها فاصل 1، اتيها 2 لو قدرتي. ما لقيتيش يبقى 1 كفايه. ليه؟ اكنه رنساج للشعر، هو فيه نسبه ازرق فبيظبط الشعر وبيديله كده حلاوه ورونق ويبقى شكله كده تحفه وجميل زيكم. ماشي يا امارات؟ هتجيبي رقم 5 لو انت شعرك فيه ابيض كتير ومحتاجه تغطيه. طب انا شعري يا نرمين حلو وامور ما فيهوش ولا شعره بيضه، هاتيلي رقم 10. رقم 10 ليه؟ هيبقى اشقر بلاتيني. هتجيبيه برضو 10.1 أو 1 الاتنين 1 أو 1 يعني 10.12. 2 ده يا نرمين توهتيني ليه؟ اكتبي ورقة، اكتبي عشان دي معلومات محدش هيقولها لك، دي حاجات بتتاخد في كورسات. يعني لو انت تابعتي معاه هتبقي استاذة، مش محتاجة زي ما الناس بتعمل فيديوهات اجيب خصلة واقعد اعمل ده هاتش. انت اتعلمي هتعملي على اي شعر. بصي يا حبيبتي، رقم 1 هو الرمادي ده ازرق. طب يا نرمين هو رقم 2 ده ايه وايه فايدته؟ رقم 2 ده اللي هو البنفسجي، المصحح البنفسجي. مصحح البنفسجي استخدمه امتى؟ لما يبقى الشعر قالب معايا بلون البنانه، اللون الاصفر الزاعق. انا فتحت شعري وعايزاه يبقى ايه؟ رمادي، عايزاه يبقى زيتوني فاتح قوي، وفتحته يا ستي 2 3 وخلاص بقى قلب. بصوا اللون ده كده بالاصفر الوحش ده. الاصفر الوحش ده اللي بيعادله اللون ايه؟ البنفسجي. يبقى نجيب بنفسجي. مش عارفين نلاقي الصبغه البنفسجي، يبقى نجيبه مصحح مع الصبغه اللي هو رقم كام؟ رقم 2. رقم 2 اللي هو بعد الفاصله، يعني بعد الفاصله رقم 2 بعد الفاصله هو مصحح بنفسجي. لقيتي يا ستي 10 فاصل 1 2 اتي ده لو قراتيه هتلاقي ايه؟ اشقر بلاتيني رمادي متقرح اللي هو اسمه ايه؟ بنفسجي او متقرح. الاتنين ما تاخدوش بالكم بس هو مكتوب كده. بس هتلاقي المتقرح ده يعني عندي انا هنا المتقرح ده يعني بنفسجي. بصوا اهو اللون اهو مكتوب متقرح تحتيه، بس ده ايه؟ اهو ده بنفسجي. فعادي بس اتاكدي ان هو ايه؟ رقم 2. رقم 2 يعني بنفسجي. يبقى انت كده جبتي 2 مصحح من غير مصححات، من غير ما اكلفك 200 جنيه ولا 150 جنيه حق انبوبه صبغه هتاخدي منها تنتوفه. ماشي؟ ده لو عايزاه لون فاتح كده يبقى هتجيبي اللون الفضي في التفتيح معاه اكسجين 40. مش هينفع معاه غير اكسجين 40 عشان تفتح قوي، عايزين نفتح وده كمان هيفتح. فايه ما اقولكوش بقى هتبقى ليلى علو في زمن. ليلى علو. هتجيبي الصبغه دي لون الغامق هتجيبي 5. شعر ابيض كتير هتجيبي 5. شعر مش ابيض وعايزه الزيتوني فاتح قوي هتجيبي 10. بعدين ندور على الفاصله اللي بعد الرقم. هندور لا اما على 1 لا اما 1 2. الاتنين شغالين. 1 0 ما فيش غير 1 بس وجنبيه 0 ما فيش مشكله. والمهم يبقى رمادي او رمادي وبنفسجي الاتنين تمام. طب الالوان اللي في النص دي لو انت عايزه وسط، يعني ممكن تبقى عايزه ما يبقاش فاتح او ما يبقاش غامق قوي، ممكن تجيبي 6 ممكن تجيبي 7 ممكن تجيبي 8. يعني معاكي الالوان من اول 5 حسب بقى نسبه الشيب. ركزي معايا، نسبه الشيب عاليه قوي وعايزه تغطيه وفي الشعر كله الابيض يبقى هتجيبي 5. لا والله عندي بس الجذور كده وشويه حاجات صغيره اتي 9.
لا والله عندي 80%، ادي 6. يعني انت بقى انا بعلمك وانت ايه عيشي حياتك. هنا لو عندك شيب كتير، هنا ما عندكش شيب خالص. اوكي. وهنجيب بعديه اللي هو 10.1 او 2 او 1 او 1 0. خلاص كده هنعمله. عايزين بقى صبغه خضراء، هنحط قد عقلتين صباع، يعني دي عامله زي معجون الاسنان كده، هنطلع بقد عقلتين الصباع. اوكي، قد عقلتين الصباع. وهنحط معاه اكسجين. بصوا يعني خليكوا لا اما اكسجين 20 لو انت عندك شيب كتير، خلي اكسجين 20 ماشي بالكل. اكسجين 30 لو انت ما عندكيش شيب، ماشي. يبقى هنجيب ده مع اكسجين 20 الاخضر، مع الصبغه دي، انبوبه صبغه من دي. لو هتجيبي النوع ده على شعر قصير انبوبه، شعر تقيل وطويل انبوبتين، عشان ما تعوزيش تعملي تاني. في ماركات بتبقى انبوبه الصبغه قد كده 30 مللي، ما تعملش قصه يعني. فحاولوا تجيبوا كميه واعملوها. بعد ما هتحطي انبوبه الصبغه، هتحطي معاها عقلتين صباع لون اخضر مصحح، اخضر صافي اهو عشان اللي بيقول لي اهو. هتلاقيه في اي ماركه جرين او اخضر، ماشي، او بوريه لكم جرين او اخضر. تمام. عقلتين صباع، وهنحط اكسجين 20، وهنحط بودره النسبه. بص، تقلبوا الاتنين مع بعض الاول في الطبق، وقلبي الاتنين مع بعض الاول، واوعي يكون مكان الطبق فيه صبغه سودا او اي صبغه قديمه. عايزه الطبق بيلمع، الصبغات دي فاتحه هتلقط، لو فيها نقطه اسود هتبوظ لك الخليط كله. فاغسلي الطبق البلاستيك بتاعك حلو، واغسلي الفرشه بتاعتك حلو، وادمجي الصبغات الاول قبل ما تحطي الاكسجين عليها. ادمجي قوي الصبغات علشان ايه؟ اللون الاخضر ما يبقعش. يعني لو حطيتي الاكسجين وبعد كده قلبتي، مش هيمتزج حلو زي ما انتي تقلبي ومن غير اكسجين. قلبيهم الاتنين حلو قوي مع بعض. وبعد كده اكسجين 20، ماده حمايه. الاكسجين قد الصبغه مره ونص حسب نوع الصبغه. اقري الصبغه بتاعتك، ممكن تبقى مره او مره ونص، لكن مش مرتين ده في الاكسجين، ماشي. بعد كده حطيها على شعرك، مش هتاخد وقت. انت حاطه صبغه، مش حاطه، يعني سيبيها شويه. اول ما تلاقي اللون لقط في شعرك وبقيتي خلاص اللون ده عاجبك، اشطفي حته، شطفتي حته، حلو اللون ده، اغسلي. انا مش هقول لك وقت، اغسلي. في ناس بتبقى فتحت قوي، هيلقط في دقايق، مش هتكملي 5 دقايق ويلقط. وفي ناس تبقى ما فتحتش خالص، فيبقى ده اللي هيفتح مثلا معاه، فنسيبه مثلا شويه. فاول ما تلاقي اللون ظهر وبقى عاجبك، اشطفي جزء خصله، اللون تمام، اغسلي. اوعي بقى تشطفي لي بشامبو ولا ميه سخنه، لا، يبقى انت كده نزلتي اللون بكل حاجه. لان دلوقتي زي ما قلت لكم كده، المسام بتاعه الشعرايه احنا مفتحينها مفتوحه، فاي يعني اي ميه سخنه تلاقي خدت اللون ونزلت، اكنك حاطه له كده برسيل واوكسي عشان يشيل الحاجات دي. فلا، ميه فتره وبلسم او حمام كريم، واغسلي شعرك زي ما انت عايزه، وخلصي يا ستي، وبكره اغسلي براحتك. اول غسله دي اهم غسله. لو غسلتي بشامبو وترغي وتعملي، اللون نسبته بتقل قوي. لو حسيتي ان اللون زياده معاكي وعايزاه يخف، اغسلي بشامبو، هينزل معاكي نسبه كبيره قوي من اللون. وما تقلقوش من اللون، هتلاقوه الاول ايه ده شكله غريب، ايه ده، اصبروا، اللون بيرتاح بيهدى. وشك مش واخد عليه، انت مش واخده على شكل وشك كده. هتستني يوم 2 3 على اخر الاسبوع، هتبقى ده جزء منك واللون خد على وشك وارتحتي كده. ما تتصدميش. اللون في الاول على فكره لما يبقى زياده ويهدى احسن ما يبقى قليل ويختفي. يعني اللون الاحمر ده كارثه. اللون الاحمر ده تعمليه يبقى احمر ناري وجميل، اقل من شهر يقلب نحاسي. يعني يبقى لونه كده نبيتي وحلو مثلا هو والاحمرات، وفجأة يتغسل غسلة 2 3 خلاص راح. فاحنا مش عايزين اللون يبقى مؤقت، احنا عايزين اللون يقعد معانا شوية. فهمتوا كده الكلام؟ يا رب اكون قدرت افيدكم. تنسوش بقى اللايك، ولو عندكم اي اسئلة اسألوها وانا برد على كل الكومنتات. تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.